لو طريقة تفكيرك او عقليتك قايمة على الاسس اللي انا هقولها دي، انا عايزك تقف كده وتستعد، عشان انت هتفضل تاخد ومش هتعرف تقول ستوب. لو انت عايز تبقى رقم واحد، عايز تبقى الواد الفشيخ المريع، الناس تشوف تقول اوف ولا. عارف ده معناه ايه؟ ان انت بتنافس على الدنيا. انت جميل قوي. هو انا ما قلتلكش ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام محذر وقالها كده بصريح العباره: ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها فتهلككم كما اهلكت الذين من قبلكم. مفيش حد في التاريخ تنافس على الدنيا غير واتفشخ. طب دي واحد. اما بقى لو انت من جماعه متلازمه تاجيل السعاده، اللي هو انا هبقى سعيد قوي ما يبقى معايا التوك توك الفلاني، لما اجيب حساب 300 مثل، لما اتجوز فلاني، وعد مني ما هتدوق السعاده في عمرك وهتموت محترق نفسيا. عيش اللحظه بلحظتها، لان انت مهما كان هدفك اول ما يتحقق مش هتعدي فرحتك بيه اسبوع وبعدها ترجع للواقع بتاعك المرير الفشيخ. فلو انت واقعك احبوط وبتأجل السعاده، انت اتفشخت خلاص. صلي على النبي يا حبيبي.